في وصفة النهاردة هنعمل احلى سلطة بابا غنوج. مش هتحتاجوا اصلا تاكلوها جنب مشاوي او اي حاجة تانية، هتاكلوها لوحدها كده. طعمها حلو قوي وطريقتها سهلة وسريعة. اول حاجة معايا صينية فرن، هنحتاج بتنجانية كده كبيرة، وفلفل رومي الوان احمر واصفر واخضر واحدة من كل حاجة، وفلفل حراق وطماطمايه وبصلايه حجم متوسط مش كبار، ودي راس توم كاملة. هنزل عليهم برشة زيت زيتون كده صغيرة ورشة ملح، وهدخلهم الفرن ربع ساعة كده. هنا بعد ما خرجتهم كانوا اتشووا كويس قوي معايا بالشكل ده، وقشرت البتنجانية كده بكل سهولة بعد ما بردت. بعد كده قطعتها، وفي الكبة بقى هضيف البتنجان والثوم وكل الخضار اللي شويته بالشكل ده. هزود عليهم بقى معلقتين خل ومعلقتين عصير ليمون و3 معالق كبيرة طحينة خام، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان بتديله تست حلوة قوي، ومعلقة كبيرة زيت زيتون. التوابل بقى معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة شطة او حسب الرغبة. هخلط بقى كله مع بعض كويس قوي لحد ما يبقى بالشكل والقوام ده. حطيت بقى في الطبق اللي هقدم فيه، وبظبطه بشكل عشوائي كده. ودي رشة كده من الشبت، ممكن بقدونس، وشوية رمان، وشوية من زيت الزيتون كده على الوش، ورشة شطة بقى وحركات. بجد طعمها تحفة، اتمنى تجربوها وبألف هنا مقدما.